إذا نناقش هذه التصريحات مع ضيفنا من بغداد مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي. دكتور رائد، مساء الخير، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. من مصلحتنا أن نحافظ على علاقة طيبة مع إيران، ولكن ليس على حساب الاستقرار بالبلد. هذا كلام رئيس الوزراء العراقي لزميلتنا رولا بوجها لوجه، ولكن يعني اليوم هل فعليا يتم اعتماد هذا التوازن بالعراق؟ تحية تليق بمقامك الكريم سيدات الفضلات، سادة الأفاضل مشاهديك. لغة رئيس الوزراء هي لغة هادئة متزنة، ولغة أستطيع القول بأنها لغة متقدمة جدا في مسألة فهم العلاقة بين العراق وإيران والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة بين العراق وإيران علاقة يعني كما يرى الكثير بأنها الخلل الأساس فيها هم بعض القوى السياسية العراقية التي يعني تدين بالفضل لإيران بسبب احتضان إيران لها أيام النظام السابق، وبالتالي هذه العلاقة كانت مخلخلة أو كانت ضعيفة وكان فيها نوع من التماهي مع المشروع الإيراني. بالتأكيد إيران دولة براغماتية مصلحتها فوق كل اعتبار، لكن المشكلة العقبة من وجهة نظري هي عقبة رؤية القوى السياسية، بعض القوى السياسية العراقية التي ترى بأنه يجب أن ترد الدين لإيران. هذه هي العقبة، هذه هي المشكلة أمام أي رئيس وزراء. لهذا يحاول رئيس الوزراء السيد السوداني منذ توليه السلطة لحد يومنا هذا أن يحدث لغة جديدة من التعاون، لغة جديدة من العلاقة مع إيران، لغة توازن ولغة فتح مصالح، بحيث أن العراق توسع مصالحه مع إيران خلال فترة وجود السيد السوداني، وأيضا يرى بأنه بضرورة أن تكون علاقة جيدة ومتوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لا بس تتخلل دكتور رائد بموضوع إيران لا يختل هذا أيضا بفترة التوازن. السيد السوداني العراق قصف من إيران، يعني مش بس توسعت العلاقات، بالتأكيد. يعني توسعت الاعتداءات الإيرانية كذلك. نعم. بالتأكيد، لأنه بلا أدنى شك إيران بسبب كل التراكمات من هذه القوى السياسية التي تتماهى مع مشروعها. إيران دولة براغماتية مصالحها فوق كل اعتبار، ولهذا تعتقد بأنه العراق يمكن أن يكون حديقة لنقل أو ساعي بريد أن ينقل الرسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الغرب تحديدا، وهو جزء من مشروعها، هكذا ترى إيران. وهذا هذه أرجو مرة أخرى الحديث يكون واضح. الخلل ليس في صانع القرار في إيران، الخلل في جزء من صانع القرار في العراق، والذي بسببه قصف العراق لأكثر من مرة. هذا صانع القرار الذي يعتقد بأنه مشروع إيران هو مشروعه الإقليمي هو الذي دفع إيران لأن تتمادى في علاقتها. لكن في نهاية المطاف العراقيين بدأوا الآن هناك حالة من الانحسار تجاه إيران، وهذه مهمة جدا. أعتقد أن صانع القرار في إيران يجب أن ينتبه لها، وهي أنه لا يمكن لك أن تمرر مشروعك على أساس الأقلية الموجودة التي تتماهى مع مشروعك، بمعنى أن الأغلبية السياسية اليوم في العراق ترى بأنه يجب أن تتوقف إيران عن اعتدائها، يجب أن تتوقف إيران عن الإضرار بمصالح العراق، ويجب على إيران أيضا في نفس الوقت أن تعتبر نفسها جارا وشريكا مهما للعراق، وهذا من مصلحة، لأن العراق هو البوابة الوحيدة لإيران لإنقاذها من العقوبات الاقتصادية وأيضا من العزلة الدولية التي تعاني منها. والعراق فتح لإيران علاقة جيدة مع أمريكا، مع المملكة العربية السعودية، مع دول الخليج، مع مصر، والعراق بوابة مهمة لإيران. هذا الذي يفهمه صانع القرار في إيران، وأكرر مرة أخرى أن المشكلة في جزء من صانع القرار السياسي في العراق. طيب دكتور رائد، أيضا يعني نحن المقابلة على جزئيتين، بس بهذه الجزئية لأنه أيضا نذكر موضوع العلاقات مع أمريكا، يقول إنها شريك استراتيجي، ولكن بنفس الوقت هناك مناقشة لخروج التحالف بطلب كما قيل بكثير من الأوقات من الأطراف العراقية المحسوبة على إيران. هذا أيضا كيف يمكن تفسيره؟ شوفي، بلا أدنى شك لا يمكن لأي عاقل في العراق أنه يريد أن تبقى قوات على أراضيه بأي حال من الأحوال. بعض السنة، بعض الأكراد، حتى بعض القوى الشيعية ترى بضرورة بقاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في نهاية المطاف الرأي العام، الشارع العام في العراق يتحسس من وجود قوات أجنبية، سواء كانت أمريكية أو عراقية أو أوروبية، سميها ما شئت. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد بأنه يجب أن نفهم بأن أمريكا
شريك ضروري للعراق، شريك مهم للعراق، ولكن شريك محدد الأطر، محدد العلاقة، وهذا هو المهم. الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة نحن بحاجة لها، ولكن في نفس الوقت هي أيضا بحاجة لنا، لأنها بناء أدنى شكل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمرر مشروعها وتريد أن تحافظ على مصالحها، وهذا هو المهم. المهم هو في السياسة الدولية هي المصالح. طيب. فأين نحن؟ هو هذا السؤال، أين مصلحتنا نحن؟ بموضوع المصلحة الداخلية نحن سنذهب لتصريحات أيضا رئيس الوزراء العراقي ونعود لنناقشها مع حضرتك دكتور رائد العزاوي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. إذا ردا على سؤال الحدث عن غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي، أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أمله بعودة التيار الصدري لممارسة دوره والمساهمة في بناء الدولة، مشيرا إلى أن الدور الفاعل للتيار الصدري هو موجود رغم غيابه. التيار الصدري يبقى فاعل بجمهوره، برمزيته، بقيادته، ونأمل أن يرجع إلى ممارسة هذا الدور، أولا للمساهمة مع الآخرين في بناء الدولة. كل الأهداف اللي طرحها التيار الصدري نعمل عليها: خدمات الأمن، مكافحة الفساد، استقلالية القرار الوطني، الحفاظ على السيادة. هذه كلها أهداف مشتركة. عودة إلى ضيفنا من بغداد مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية دكتور رائد العزاوي. أهلا بك من جديد دكتور رائد. الكلام عن التيار الصدري هي رسالة سياسية للعودة من جانب رئيس الوزراء؟ أيضا هذه لغة متقدمة من السيد رئيس الوزراء، هذه لغة متقدمة جدا، هذه لغة يمكن لأول مرة أنا أسمعها من سياسيين عراقيين بصراحة، وهذا ليس دفاعا عن رؤية علاقة التيار الصدري بالعملية السياسية. مهم جدا أن نفهم أنه رئيس الوزراء يرى بأنه ضرورة بقاء التيار الصدري ومشاركته بالعمل السياسي، وكثير من العراقيين يعني حتى السنة حتى الأكراد، جزء كبير من السنة والأكراد يريدون عودة التيار الصدري لإحداث نوع من التوازن في شكل العلاقة مع القوى السياسية الأخرى، وأنا أقول بكل صراحة القوى الشيعية أيضا. ولكن التيار الصدري أيضا يحتاج إلى صراحة، وأقولها بكل أمانة، التيار الصدري أيضا يحتاج إلى إعادة قراءة، إعادة بناء مرة أخرى جديد لرؤية سياسية جديدة واضحة. صحيح أنه السيد رئيس الوزراء الحكومة العراقية تعمل على كل ما يطلبه التيار الصدري من أجل يعني إحداث هذا النوع من التغيير، لكن رؤية التيار الصدري تحتاج أيضا إلى إعادة قراءة. في المقابل ملزم الحكومة، ملزم السيد السوداني اليوم بأن يحدث هذا النوع من التوازن بين كل القوى السياسية الغير مشتركة بالعملية السياسية، وربما هذا نوع من الفهم بأنه مهم جدا أن يكون هناك معارضة مشاركة بالعملية السياسية، بمعنى أنها مشاركة لرقابة أداء الحكومة، وهذا الذي كنا نريده من التيار الصدري، وهذا هو جزء مهم وأساسي من بناء الدولة العراقية الحديثة اليوم، لأنه البقاء على القديم والبقاء على الكلاسيكية القديمة في التعامل مع القضايا والتعامل مع الأزمات السياسية في العراق ما عادت نافعة. اليوم العراق يريد نوع من التغيير الحقيقي، بمعنى هل من حاجة دكتور رقابة سياسية حاضرة. بس هل هذا يعني اليوم أنه في حاجة سياسية سواء لدى رئيس الوزراء وهو لديه كذلك مشاريع بالانتخابات أو أطراف أخرى لعودة التيار الصدري بوجه الإطار؟ ولما لا أن يعود لما لا أن يعود التيار الصدري كجزء من الإطار؟ هذا ليس بعيدا عن التيار الصدري، لكن مشكلة التيار الصدري أنه هو يريد أن يحقق برنامجه هو ولا يرى بالآخرين ببرامج. نعم. وهذا ليس عيبا، أنا أقول أنه هذا ليس عيبا، لكن هذا في النهاية يحتاج إلى أن تكون هناك جهود حقيقية. شوفي، نحتاج إلى معارضة، وأنا أعتقد أن التيار الصدري هو الأنسب لأن يكون معارضة سياسية مشاركة بالعمل السياسي ومراقبة لأداء الحكومة، سواء شارك في الانتخابات المقبلة أو لم يشارك، كأداء كجزء من العملية السياسية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بغداد مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية دكتور رائد العزاوي على وجودك معنا هذا المساء في الأخبار الليلة.